السلام عليكم حبيباتي، وش اخباركم؟ صباح الخير، صباح النور. وش احوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله كامل تكونوا بصحه جيده ومتهنين. جيتكم حبيباتي بفيديو جديد في القناه. قبل ما نبدا ونصلوا كامل على النبي عليه الصلاه والسلام. الفيديو تاع اليوم ماهوش روتين ولا حاجه. جيت نشارك معاكم في الوصفه تاعي تاع المقروض. كما راكم تشوفوا يجي هشيش يهبل ويجي خفيف ثاني، والغرس لاصق في السميد، يعني ماهوش سميد وحده والغرس وحده. هنا راح نشاركها معاكم بكميه قليله بركه. عندي نص باطه تاع سمن تعرطل، يعني 250 غرام تاع سمن بركه البنات. وبالنسبه للكيل راني ندير كيلتين ونص، يعني هكا راهم 2 كيلات. كما درت نص تاع سمن، واحده تاع سمن تسمى 2 كيلات سميد، ونزيد لها اقل من نص البنات، يعني راني درت 2 كيلات ونص سميد بكيلة تاع ايدان. يا اخي هنا راني نوري لكم بلي راني درت غير ربع بركه تاع سميد، يعني ما عمرتهاش للنص البنات. بالنسبه للسمن ما حبيتش نذوبو كما راكم تشوفوا في السخانه تاع نهار اليوم العباد وذابوا، ما بالك يا السمن، يعني كنت حطيته ديجا في درجه حراره المطبخ هكا. ومن بعد نزيد لها شويه تاع الملح البنات، ومن بعد نبدا نخدم فيها بيدي، يعني نبدا نمحر فيه بيدي. ما حبيتش نقطع لكم المقطع، نبدا نمحر فيها بيدي مليح 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 حتى تولي اون كريم. نكمل ونشوفوا مع بعضنا ودوك نرجع لكم. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، هنا خدمت معاكم الغرس السميد بلوتو، خدمته مليح 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 بيدي ومع السخانه. المقروض تاع الصيف بالصيف لا يطلع البنات، ماهوش كيما المقروض تاع الشتا ندير هكا نطلعوه. هنا بقيت نخدم فيه، قلت لكم حتى ولا اون كريم. كيما راكم تشوفوا كامل ملموم على بعضه، ونجربوا بهذيك الكوريه، هذيك هي التستور هكا. ساعات ما نديرهاش اصلا. هنا جبت كيلة تاع ماء مخلطه مع المزهر، ودرت فيها ثاني ليكستري تاع المزهر البنات، يجي قوي وتجي الريحه تاعو هايله. من بعد نجي نخدم غير بصباعي بركه، هذاك السميد تاعي نخدمه غير بصباعي، نخلي شويه به من بعد نكملها لكن نشرب لي سميد ولا حاجه. هنا سميد ما درتش البنات سميد احرش، ولا درت سميد متوسط بركه. كما راكم تشوفوا اللون تاعو هايل، خيروا بركه سميد يكون باهي. وقولوا المقروض ما جاش مليح، يجيكم ما شاء الله سوا مقروض ولا براجه البنات ثاني. انا ندير البراج ثاني نديرها مبسه مليح، يعني نشتي نوكلها بنينه، لو كان شكلها يتفتفت ولا حاجه المهم نوكل حاجه بنينه. كما راكم تشوفوا هنا خليت شويه تاع الماء بركه به نخدم به من بعد، لكن شربت هنا نغطاها ونخليها مليح حتى تحكم روحها. بالنسبه للطبع راح نخدم بهذا البنات تاع بكري اللي يديروا فيه كعبه طيب في الوسط، ما انا هنا ما كانش عندي الطيب، ما كانش عندي. كما راكم تشوفوا بعد ما كملت البنات خدمت السميد تاعي مليح. نجي هنا ننظف هذيك الحاله. انا القرعه تاعي كالعاده دايره فيها الخل وليزيس وشويه تاع جافيل، ونرش بها هكا وتجيني الحاله سهله. نجيب الغرس تاعي بعد ما كنت خدمته البارح، بعد ما كنت رحيته وعجنته بالزبده وطريته ياسر ياسر، وليت بيته في الفريجيدر باه يحكم روحه. لو كان خرجته صباح بكري لو كان طلق اكثر، هنا قلت لكم درت فيه الزبده. من بعد شريت شويه تاع الطيب باه نفوحو، وانا ندير فيه غير الطيب البنات، ما نشتيش ندير فيه القرفه. كاين اللي يدير فيه القرفه ثاني، انا لا نشتي فيه غير الطيب. القرفه تجيني فيها قروصه ولا ما على باليش، ما نحبش طعمه الغرس فيه القرفه، نحب غير الطيب. زدت له هنا بعد تحمست وزدت له شويه تاع المزهر هكاك باه نطريه ياسر، بصح جبنين على الكيف جطري. يعني الغرس تاعو جا ما شاء الله كيما راكم تشوفوا بالسيف راني نحكم فيه. قلت نزرب نخدمه ندير حرابش قبل ما يذوب لي الغرس، يعني قلت لكم او كان في الفريجيدير. والبلا راح نخدم في هذا، ونتخيل في روحي نخدم في بلا تاع مقروض كبير وهو راهو الحفيد هذا راهو الصغير خلاه هكاك، وقتلتني سخانه اقسم بالله ماهوش جو تاع مقروض خلاه ولا حاجه تاع طابونه، ولا كيما راكم تشوفوا الجو سخون، يعني جو تاع بحر وانا ندير في المقروض قلت لكم البنات هنا بعد ما شفت السميد تاعي لقيته شرب ياسر. زدت له هذاك المزهر اللي كان بقالي، وخليت شويه للطرف الاخر، يعني الكيله تاع المزهر استغليتها كامل. الماء والمزهر اكيد. هنا نجيب قسمتها على زوز، يعني درت غير كونتيتي صغيره برك البنات. قسمتها على زوز، نجي نخدمها بيدي كيما راكم تشوفوا
ونهز الحربوش هذاك راهو معسل على الكيف. نجي نخدم بيدي بركة ونقعد غير نمشي بهكا الغرس والسميد يلصقوا في بعضهم البنات، يعني ما تلقوش من بعد الغرس في شيرة وسميد في شيرة. هذا يظل السميد تاعكم ماهوش شارب الماء مليح، كيظل السميد تاعكم ناقص ماء دوك يبدا يبعدلكم الغرس على السميد هكا. بصح كيف يكون الماء تاعو قد يعني القيس تاع الماء قد انا ديما نخدم المقروض البنات، يعني ما تخافوش من اول مره. جربوا بركه، جربوا حتى بكونتيتي صغيره كيما انا درت بركه. انا مالفه نخدمو غير كي نلقى شويه سمن شويه سميد باهي شويه غرس في الدار ديريكت ندير المقروض، يعني ايدي خرطت عليه. المره الاولى كنت نخاف منه حتى انا، بصح ماما علمتنا المقروض، يعني قلت لنا لازم تعلموا المقروض محسوب. انا واخواتاتي حتى اختي الصغيره ديروا نورمال البنات، يعني يا ربي يبارك ما شاء الله. هنا نخدم الحربوش تاعي وانا حبيته يجيني ماهوش هابط ياسر وماهوش عالي ياسر ثاني، يعني جوست نشوف العلو اللي راني حبيته انا ونبدا نطبع وما نضغطش ياسر على المقروض بهكا يجيني كلها قد بعضها. كما راكم تشوفوا نطبع المقروض تاعي. نعدل الحاشيه هذيك ومن بعد نفوت عليها بالموس كامل ضربه واحده باه من بعد تجيني الهزان ساهل البنات. اخطفوا يدكم خطفه واحده باه ما تخطفوش العجينه من تحت، ومن بعد نقص. تحبوا تقصوا بهذيك المشرشفه، تحبوا تقصوا بالسكينه عادي. ومن بعد نخلي الحواشي هذو نخليهم الصحه، ما نفسدهمش ولا ما نحيلهمش الغرس حتى نشوفوا البنات اسكو كاين فراغ منها. كيما هكا قفلت بها الحواشي هذيك وخلا. هنا كان جاني الكونتيتي اللي كنت درتها، جتني غير البلا هذه وهذو الربعه كعبات برك البنات وشويه حواشي. ما حبيتش نطيبهم باسكو جو داخلين في بعضهم، وهكاك وندمت باسكو الحواشي هذو اللي راهم لهنا جو طريين على الكيف، يعني حتى ولو كان الغرس خارج كيما راكم تشوفوا كاين زوز كعبات خرجوا لي منهم الغرس، وهذيك مانيش راح نفسد الحربوش كامل على جالهم. هذيك هيك قلت لكم جا الغرس طري والسميد جا مليح ومبسس على الكيف، خرج لي الغرس البنات. هذه هي هنا القيس تاع البلاطو تاعي 24 سور 30 ولا 30 سور 24 البنات. كيما راكم تشوفوا خرج لي غير الكونتيتي هذه قلت لكم وخمسه كعبات برك ولا ربعه. نحطو يطيب على الفور البنات. كنت شعلته قبل من اللي بديت نخدم على ذيك، قلت لكم قتلتني سخانه نشعلو باه يحس روحه في الكوشه البنات. حطيته يطيب والتشققات هذه يعني نورمال جوست تخرجوه من الكويزينيير يحكم روحه شويه يرجع لشكله الطبيعي. كما راكم تشوفوا انا نحب المقروض تاعي طايب بزي، انا نحب اي قاطو ولا حاجه يدي حقه في الطياب. كاين اللي يحب المقروض تاعو اصفر يعني جوست يتصهد من فوق بركه ويخليه، انا لا نحب حتى ساعات نخليه يحمر لي شويه. مي المره هذه خليته غير اصفر شويه البنات، يعني الكاميرا اكيد مش راح تعطيكم حقه، بصح من تحت طابعه الكيف من تحت هو اللي ما نحبوش احمر ياسر باش ما يبسش. هذه هي هنا كانت جايتني صاحبتي حبيباتي كانت طيبت المقروض في نهارو، يعني تستاهل كل الخير. صاحبتي هذه تموت على الحوايج تاع الغرس بورصا خيرت ندير لها المقروض. كانت جايتني قلت لكم كنت لبست القندوره هذه ولبست ثاني صابو هذه، وكالعاده والعوايد قلت لكم في الصيف نخير غير اني ندير الشب مخلط بالمسك ولا حاجه. المهم حاجه كيف هكا تنحي العرق وتخليك نظيفه 24 ساعه وساعات حتى يومين البنات. بالنسبه للبروم كنت درت هذا تاع شالين، انا عندي ياسر انا نخدم به، يعني ريحته ما شاء الله حتى في القش ولا حاجه الريحه تاعو هايله ربي يبارك ما شاء الله. بالنسبه درت شويه غسيل مكياج، ما حبيتش ندير ياسر سخانه وكامل، ودرت هذا الغوج على لافر في الماء الثاني قبل درت هذا المرطب ومن بعد درت الروج هذاك. كما راكم تشوفوا كنت لبست القندوره هذه في الغوز، صابو هذا في الغوز كما راكم تشوفوا جتني حاطه ما شاء الله. ومن بعد حطيت سنيوه ومقروض قهوه حليب جو سيتو البنات هكا. صاحبتي ما تشربش حتى القهوه ما تشربهاش، يعني غير جو حليب وطبق خمر. هذه هي المهم الفايده في القصره وفي اللمه. توحشتها ياسر وحبيت اني نقعد معاها. توحشت ثاني صاحبتي الاخرى ما كتبتش الخطوه باه تجي نقول لها من هنا ربي يشفي لك ميمتك حبيبتي، الله لا يغير عليكم ان شاء الله. هنا كانت جت صاحبتي كما راكم تشوفوا القعده راهي كانت تاع ثلاث عباد. ادعوا لها صاحبتي الاخرى كان عندها بالشفاء. ادعوا لي انا ثاني معاكم حبوباتي، ما تحرمونيش من الادعيه تاعكم كما العاده. هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع المقروض، وما تنسوش تجربوها حبيباتي بهكا تتعودوا. نخليكم على خير حبوباتي، الى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله. تهلوا في رواحكم، ما تنسوش تخلوا لي جيم ولي كومنتير وبارطاج حبوباتي. باي باي، تهلوا في رواحكم.